مفاوضاته، أو بمعنى أصح فشل مفاوضاته مع النادي الأهلي. النهارده طلع إمام عاشور راح مغيّر على الإنستا كاتب الزمالك وقلب أبيض ومش عارف إيه وإيه، كان شايلها من فترة. تمام. وطبعًا كلكم شفتوا اللي كان بيعمله الفترة اللي فاتت بينه وبين الهارب كهربا، والغزل الدائم والمستمر للجماهير الأخرى. الحقيقة اللي أنا عايز أقولها لكم واللي حصلت، إمام عاشور حصل بينه وبين النادي الأهلي مفاوضات جدية، وإمام عاشور أبدى رغبة في الانتقال للنادي الأهلي. تمام. كان الاختلاف والمفاوضات على المقابل المادي بين إمام عاشور وبين النادي الأهلي. طيب، السؤال بقى هنا والمنطقي بقى والمفاجأة بالنسبة لي، مش مفاجأة بالنسبة لي، هي المفاجأة هتبقى بالنسبة لكم انتم، مين اللي كان بيقود المفاوضات دي بين النادي الأهلي وبين